مرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، هيك قصة حلوة. على كل حال راح تعرفوا كل تفاصيلها، ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة سلمى مرتجى. أهلا بسلمى. تفضلي سلمى. مالك هيك زعلانة وفايتي وداخلة قصتك ما فيها شيء يعني؟ شوية توتر. شوية؟ متوترة شوية؟ خايفة من الناس، من الجمهور، من الكاميرا؟ لا ما تخافيش. سلمى كانت مخطوبة، ظلت مخطوبة 2 لشاب، تخرج معاه وتجي، بعدين اكتشفوا الأهل قالوا لها والحكيوا الأهل بين بعض إنه خطيبها هو أخوها في الرضاعة. لذلك من دون ما يقولوا لهذا الخطيب سلمى انسحبت وتزوجت ابن عمها. سلمى حاليا متزوجة، ولكن خطيبها السابق تعبان، وهن عارفين انه تعبان، هي عرفاني. امه تتواصل مع سلمى بتقول لها يا سلمى لازم توضحوا له انه سبب زواجك من ابن عمك مش خيانة خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق، بقى مش خيانة، ولكن لأنه اكتشفنا أنه هو أخوها بالرضاعة. طيب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام؟ أنا ما قدرتش نقول ليه، حيت أنا دبيت مع الآل ديالو، كان أصلا كلشي خايف من ردة الفعل ديالو، قالوا لي أنه غادي يتدمر، وما قدرتش أني نقول ليه. بتدمر أكثر إذا كان عرف رحتي أخذتي واحد غيره يعني وانفصلتي عنه من دون سبب. ما كانش غادي يتقبلها، حيت هو كان كيبغيني بواحد الطريقة اللي بزاف، كان كيبغيني بجنون. ما قدرتش نقول ليه، فكرت أني نمشي نتزوج ولد عمي ما نبقاش نشوفه، ولكن انا فكرت ملي عاودت للزوج ديالي بالمشكل اللي عندي، هو اللي ساندني، وجيت لهذا البرنامج باش نلقى واحد الحل، باش نيتا هو نقول ليه اشنو عندي باش. ليه عم تبكي؟ تفضلي. ليه عم تبكي؟ انت قصدتي تيجي على استوديو عشان توضحي الامر مع خطيبك السابق مع عبد الرحيم. بغيت نبين ليه بانني انا ماشي خليته على قبل الفلوس، ولا خليته حيت انا ما كنبغيش، ولا لا، انا بغيت نوضح ليه، حيت انا كنهضر مع الام ديالو كتقول لي بانه هو حالته تدهورات، ما بقاش داك عبد الرحيم اللي كنت انا كنعرف. انا ما بغيتوش يقول ان سلمى كذبت عليه، ولا ان عمرها ما بغاتو، ولا داك الشيء علاش جيت انا معاه. ايه بس هيك يعني، بس جاي توضحي له الامر حتى يرتاح هو، ما في شيء يعني، ما في. علاش انا خليته. طيب ومن ذلك الوقت من 2 الى اليوم ما شفتوا بعض؟ لا. ولا تواصلتوا ولا اي شيء؟ لا، انا كنهضر غير مع الوالده ديالو، وكنسمع اخبارها من عنده، خلاص. والله يعني قصتكم غريبه، بس وجهنا له الدعوه لعبد الرحيم، خلينا نشوف سوا اذا كان وافق واذا كان راح يجي. أستاذ جورج، حنا الآن كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال عبد الرحيم بن عبيشة باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوا واش كاين. أستاذ جورج، حنا دابا في الحي اللي كيتواجد به عبد الرحيم بن عبيشة، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوا واش كاين. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. عبد الرحيم بن عبيشة. وهذا عندك محل ديال كراء السيارات والبيع. ايه عندي محل. معك رجاء سالم من برنامج الاستاذ جورج قرداحي. الاستاذ جورج بعث لك هاد الدعوه هذه الحضور
ممكن نعرف هاد الدعوه ديالاش؟ هذه الدعوه البرنامج ديال الاستاذ جورج جديد وبغاوك باش تكون معاهم ان شاء الله. مرحبا، ولكن ما فهمتش كتصوروا الكاميرا؟ هاد الكاميرا وهادشي كله باش الاستاذ جورج يعرف باللي راه حنا وصلنا لك الدعوه ديال الحضور ان شاء الله باش تمشي عنده البرنامج. بالنسبه للطياره التكاليف ديال الاوتيل، التكاليف ديال السفر، كلشي على حسابهم نتايا، كيبقى لك غير تمشي وتشارك في البرنامج. مرحبا، صافي، والبرنامج كيبقى مفاجاه حتى تمشي ان شاء الله تما وتعرف ماشي ان شاء الله يا سيدي. شكرا. يلا طريق السلامه وشكرا بزاف. الله يعاونك. اهلا عبد الرحيم. اهلا، كيفك يا الله يبارك فيك. والله انا اهلا وسهلا فيك. اللهم فيك. شكرا على مجيئك. طمني الله يبارك فيك. كيف كانت هالرحله وان كله مزيان شاء الله ما فيش تعب؟ لا ما فيش. انت من وين؟ من كازابلانكا؟ ايوه من كازابلانكا. من كازا. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحيم، سالت لساعية البريد انه ويش بده مني الاستاذ جورج وانا ايوه ضروري. مش هيك؟ ايوه. انت شو مفكر مثلا؟ فكر اني عندي دعوه للبلاتو اشوفك واشوف الجمهور هذا واشوف مصر. الله يبارك ما في شيء اي ما تعتل هم، كله تمام ان شاء الله. الله يبارك فيك وتكون مكرم معزز والى اخره. بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ايوه المسامح كريم. المسامح كريم. هذا البرنامج في ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يجوا على الاستوديو مثل افضالك مثل حضرتك، وانت مش عارف مين اللي دعاك. بس مش انا اللي دعوتك، حدا طلب مني انه ادعوك، دعوتك. بتحب تعرف من هو؟ اكيد. هذا اللي دعاني وعايز يشوفني. اهلا وسهلا. ضروري اشوفه مين هو. انت مبين عليك انك انسان طيب. طلع بهالشاشه وهلا بتعرف مين. عبد الرحيم لاباس؟ عرفتها؟ ايوه عارفها. عرفتها؟ ايوه عارفها. سلمى. سلمى؟ ايه هي سلمى. وسلمى قبل ما تشوفك عم تبكي. بس انا شو عامل لها لسلمى انت؟ هي اللي مش عامله لي هذا، مش انا اللي عامل لها. هي اللي عامله لي بزاف الحوايج، مش انا اللي قبل ما نحكي خلينا نحكي لانك رح تتفاجئ. رح بقرا لك الرساله تبعها وبتشوف شو عامله فيك. عبد الرحيم لاباس؟ لحظة سلمى، هلا ما تحكي انت. مستعجلة كثير، بدك تحكي روقي. بتقلك اخي العزيز عبد الرحيم. اخي مش حبيبي، انتبه، اخي. ندفع احيانا ثمن اشياء لم نردها، وهذه هي الحياة. وانا وانت دفعنا ثمن علاقة قديمة جمعت اهلنا، وليس في يدنا أن نغير الواقع. هذه الشيطان أو الماضي. هذه الشيطان. ابروق شوي. والله أنت شيطان. أنت شيطان. حيت هضروا بزاف. أصلا أنت سمحتي. اسمعوا شو. أنت سمحتي بيا بلا ما نبقاو نهضروا بزاف. أنت اللي سمحتي بيا. أما أنا كبير، أنا قبل بزاف. أنا خاصمت مع عائلتي مع أصحابي مع كل شيء على قبل. بدي كمل الرسالة. سلمى. جيتك بالخدمة على زعما قلت لك عبد الرحيم. اقعد لكن اقعد أنا بدي أكمل لك الرسالة. خلينا عادي يا سلمى. عادي انت خلص ما تقومي بقى. شو هالقصة؟ أنا بفكر إنه ما في خلاف. ليك شو بتقول لك؟ استاذ جورج هذه خلتني يا أخي روش، سنتين. يا أخي روش شوي. يا عمي روح مسطح. والله خليني مسطح أنا سنتين وأنا أنت لا بقى تحكي. خلص. يا جورج هذه خلتني عامين وأنا اسمع شوي بقاش تحكي. خليني أقرأ الرسالة بعدين نحكي أنا وياك. روح بدي أخلص الرسالة دي. خليني أكمل الرسالة. بقول لك أنت تعرف أني كنت أحبك مثل ما أحببتني، وهذا ما منعني من إخبارك بالحقيقة، في حقيقة التي عرفتها وأخفيتها عنك أنا وأهلك خوفا عليك. اسمع الحقيقة هذه اللي تقول لي تجي عامين عاد تجي تقول لي الحقيقة اليوم. إيه اسمع. قال لقد لا ما كايناش اسمع يا هي أخي. كذابة هي كذابة. سمحت فيا يا أستاذ جورج. روق شوي.